السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم فيديونا عبارة عن باستا سودانية مقرقة بالعسل والشيريا ومقرقة بالسمنة البلدي. ريحته تجيب بيك من آخر الشارع، وعبارة عن كيك ومعجنات وفطاير وجلي وشغل نظيف ومضمون 1,000,000%. أي نوع بتاع حلويات يخطر على بالك موجود الفيديو وطريقة الطلب. هشرح عليكم حلويات بتاعت كاسات، تلبية بتاعت مناسبات، وتلبية بتاعت عيد ميلاد، أعياد ميلاد، وتلبية بتاعت أعياد ومناسبات، عراس، طهور، عرس، أي نوع بتاع مناسبات حابين يلبي لكم الطلبية. طريقة الطلب بيكون قبليها بيوم أو بيومين أقل شيء. شغل نظيف ومضمون. حلويات سودانية، باستا السودانية، الفطاير السودانية، المعجنات السودانية، أي حاجة انت تخطر على بالك عايزاها بتلقيها عندنا متوفرة. معجنات مالحة وفطاير مالحة، الكسر السودانية، بلح الشام دايراه بالبيض، دايراه من ضمن بيض، الباستا دايرة فيها سمنة بلدية، دايرة فيها زبدة، دايرة فيها أي طريقة انت عايزاها بتلقيها. شايفين العنوان باين من الجواب، ولا بيقول على شنو الجواب باين من عنوانه. شغل نظيف ومضمون. الطريقة بتاعة التقديم حلوة. تلبية بتاعة مناسبات، أعياد ميلاد. باستا سودانية رهيبة 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 شديد. كعب القزال، الكنافة، البلح الشام، أي شيء أنت عايزاه بتلقيه. البسبوسة، كرات السميد، أساور السد، أي نوع بتاع حلويات يخطر على بالك عايزاه بتوفر ليكي، وأي طلبية أنت عايزاها بتتوفر لك. الطلبية بتتوفر لك حسب المناسبة بتاعتك وحسب الكمية. وممكن تطلبي عن طريق صينية بالصواني، صينية، نص صينية، ربع صينية. والمناطق القريبة من محل امتنان فيها توصيل، المناطق البعيدة برضو حسب الاتفاقية برضو ممكن يحصل فيها توصيل. بتبيع بالطلبيات، وممكن تطلب منها، وممكن توفر هي المواد اللي بتشتغل بيها، ممكن هي توفرها وبعد ذاك تدفعي لها القروش. وبرضو ممكن انت بتجيب المواد بتاعتك وتدفعي لها بس الشغل بتاع الصناعة بتاعتها. وبرضو بتلبي ليكي أي حاجة وشغلها نظيف ومضمون. ونظيفة بمعنى كلمة نظيفة، وانت بتاكليها كأنك انت اللي عملتي حاجة. وفيها فطاير مالحة ومعجنات مالحة، فطاير بتاعت جبنة، وفطاير بتاعت لحمة، وفطاير بتاعت زعتر، سبانخ، معجنات. في برضو سلطة جزر، وفي برضو فطاير باللحمة، وبرضو فطاير بالجبنة، وأي نوع بتاع فطاير انت دايراه ممكن تعملوا لك. وأي طلبية مناسبات بتاع المناسبات السودانية ممكن برضو تعملوا. وبرضو المكرونة بالبشاميل، المكرونة باللحمة، المكرونة بالشنو، المعجنات السودانية والكسر السودانية والطبايخ السودانية. أي حاجة انت دايراها بتتفقي معاها بالسعر، وبتتفقي معاها بالكمية، وبتتفقي معاها بالحاجة اللي انت عايزاها وبتعملها. والأسود خليه براو. أي نوع بتاع أسود يخطر على بالك ممكن تعملوا لك سلطة بتاعت أسود، مشوية، محمرة، مسقعة، أي نوع بتاع سلطة بتوفروا لك. والفطاير والمعجنات والحاجات دي برضو بتوفر لك. طريقتها حلوة وشغلها نظيف ومضمون. وغير كده أسعارها حلوة جدا، والأسعار بتختلف. لو عايزة تطلبي الناس اللي في لبنان تحديدا، ممكن تدخلوا لي في رقمي، وبرضو ممكن تدخلوا لي في صفحتي في الفيسبوك رزاز محمد. بوصلكم لهم امتنان شغله نظيف، وحق هندال الصورة باينة، وبتمنى الفيديو ينال إعجابكم.